المعادن ومصادر الطاقة. مبدئيا كده سنة تانية الدرس بتاعنا بينقسم لجزئين، نتكلم عن الثروة المعدنية في الوطن العربي وكمان مصادر الطاقة اللي موجودة في الوطن العربي. لو هنتكلم عن الثروة المعدنية في الوطن العربي يعني المعادن اللي موجودة في الوطن العربي، فاحنا هنقسمها إلى نوعين: المعادن وكمان الصخور الاقتصادية. صخور ضمن المعادن، أيوة ضمن المعادن، لكن الصخور دي يا سنة تانية بيكون ليها قيمة اقتصادية، إنها بتدخل في صناعات وبتطلع منتجات احنا بنسميها الصخور الاقتصادية ضمن الثروة المعدنية اللي موجودة في وطننا العربي. المعادن زي ايه؟ زي الحديد والمنجنيز، النحاس، الرصاص والزنك. بالنسبة للصخور الاقتصادية يعني اللي بنستفاد منها اقتصاديا، المنتجات زي الفوسفات، الكبريت، الحجر